السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أولا نبداو بالصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نصايبوا الحلوى الشباكية. هي من الحوايج اللي هي كنوجدوها في رمضان او لا من غير رمضان. يعني في رمضان هو ضروري كتكون في المائدة الرمضانية، كتكون عندنا هاد الشباكية، ومن الأحسن أننا نصايبوها في الدار أحسن ما كنشريوها. غنحتاجو كيلو ديال الدقيق ديال الفورص، وزلافة ديال الزنجلان مطحونة مزيان، عندنا معلقة ونص ديال النافع وحبة حلاوة مدقوقين مزيان اولا مطحونين مزيان، عندنا كاس ديال ماء الزهر دايرين فيه دويمة ديال الزعفران، وكاس ديال الزبدة مذوبة، وعندنا كاس ديال كاس ديال الزيت النباتيه والزيت البلديه مخلطين، عندنا معلقه ونصف ديال القرفه، قبصه ديال الملح، وعندنا المسكه الحره واحد الطريقه صغيره هي اللي دقيناها مع شويه ديال الدقيق اولا شويه ديال السكر سنيده دقيناها مزيان، عندنا خماره ديال اولا خميره كيماويه، وعندنا 4 كاس ديال الخل. غنخلطوا اولا النواشف الدقيق زائد النافع وحبه حلاوه والقرفه، ونزيدوا الملح والمسكه الحره نخلطوا مزيان، والخميره الكيماويه نخلطوا مزيان هذا الخليط هذا مزيان، ونجيبوا واحد الغربال نغربلوا به هاد النواشف نغربلوا مزيان ونهبطوا، وداكشي اللي كيبقى لنا من فوق من الغربال كنعاودوا نطحنوه باش ما كيبقى لناش حتى شي حاجه اللي تقطع لنا العجين ديالنا، باش كيكون العجين مزيان. كنبدا نغربل حتى كنسالي الكميه كامله، ومن بعد كناخذ الزبده اللي ذوبنا والزيت حتى هي، يعني كنرملوا بها الطحين والنواشف، يعني كنرملوا بها الخليط ديالنا وكنحكوه مزيان باش كتجينا الشباكيه ديالنا كتجي هشيشه وكتجي مزيانه. من بعد كنجمعوا العجين، كنضيف 4 كاس ديال الخل زائد الكاس ديال ماء الزهر اللي ذوبنا فيه الدويمه ديال الزعفران. بامكاننا نستعملوا زعفران شعره اللي عندها زعفران شعره ديرو، وهذاك الكاس ديال الماء كندفيوه شويه باش كيجمع لنا العجين، كندلكوه غير شويه ماشي بزاف، يعني داكشي فاش غيتجمع لنا العجين مزيان ينسجم صافي كنوليو نكوروه كويرات صغار، كنقطعوه يعني طريفات يعني غير كويرات صغيورين ماشي كبار بزاف. هادوك الكويرات كنحاولوا نحربلوهم شويه وكنوضعوهم في البلاستيك الغذائي كاملين. مباشرة كنجي لسطح العمل وكنطلق العجين ديالي بالدلاك، كنطلقو كنولي نتنيه بهذا الشكل هذا، يعني ما كنخليهش يرتاح شي مده، يعني مباشره من بعد ما كنسالي العجين كنجي نبقى نورق فيه بحال هكا حتى كنتنيه بهذا الشكل هذا، وكنردو للبلاستيك اللي كان فيه، كنصايب وحده بوحده حتى كنسالي العجين ديالي كامل، وعاد كنعاود نولي نسرحو من بعد. وفي المرحله المواليه كناخذ كل قطعه اللي كنت صايبت كنديرها يعني على السطح، كنسرحها بالدلاك عاوتاني من جديد، وكنقطعها على هذا الشكل هذا باش ندوزها في الاله ديال التوريق اللي غنورق فيها الشباكيه ديالي ان شاء الله باش تجي رقيقه وتجي زوينه. اللي ما عندهاش الاله ديال التوريق يعني بامكانها انها تخدم غير بالدلاك، حتى هو راه كنخدموا به، غير الاله كتسهل شويه الخدمه، ما كتجيش صعيبه كتجي سهله شويه، هذا هو علاش كنستعملوها. كندوزها في الاله ديال التوريق في المره الاولى كندوزها في البلاصه اللي واسعه شويه، من بعد كنضيق باش كتورق ليا كتجي على الشكل اللي بغيت، يعني كنرققها على حسب الشكل اللي بغيت، وكنقطعها بالقطعه الخاصه بالشباكيه، اولا بامكاننا نستعملوا الجراره اللي ما عندهاش هاد القطعه هذه، غير هي شويه عمليه كتسهل علينا الخدمه دغيا، يعني دغيا كتسربي تسالي داكشي باش تبقاي تقطعي بالجراره وحده بوحده، يعني هذه كتصاوبها لك في دقه واحده، يعني كتجي كتخدمي بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف الصراحه. كنحيدوا الزوائد اللي عندنا في الجوانب ديال اللي يعني اللي بقاو لينا من في الجوانب كنحيدوهم وصافي، وكندوزو للتشباك بالطريقه السهله. كناخذوا بحال هاد الطريقه هذه، هادوك الجوج ديال الاشرطه الاولى كنحطوها فوق الثانيه والثالثه فوق منهم، كنجمعوا هادوك الجنيبات الصغيورين، وبهذه الطريقه يعني الا انتبهنا
مزيان. غير الطريقة باش نصايبوها راه هي ساهلة، ماشي شي حاجة صعيبة، غير بشوية بشوية حتى كنقادوها. كنصايب الشباكية حتى نشبكوها كاملة، وكنستفوها في البلاطويات بحال هكا، كنخليوها تبات ليلة كاملة، يعني باش كتنشف، باش تبقى واقفة. نحاولوا اننا نحطوها مقادة وتجي واقفة باش حيت تنشف تجينا زوينة ان شاء الله. في اليوم الموالي عاد غادي نقليو ان شاء الله الشباكيه ديالنا. نكون وجدت العسل، وجدته من قبل. فيديو اخر ان شاء الله غادي نوجدوه ان شاء الله، نوريكم الطريقه. غادي ندفيه شويه، والعسل خاصو يكون شويه ثقيل، ما يكونش عسل جاري باش كيلصق لينا وكتجي الشباكيه زوينه. كنسخنوا الزيت يعني في المقلاة او لا، يعني كنسخنوها في المقلاة مزيان، يعني كنخليوها حتى كتسخن مزيان. عاد كنقصوا عليها البوطه شويه، عاد كنبداو في القلي ديال الشباكيه، كنقليو بشويه بشويه. الشباكيه بحال هذا الشكل هذا، ملي خدات وقتها ونشفات كتبقى بالشكل اللي حطيناها عليه، يعني كتنشف صافي. فاش كتكون الزيت سخنات مزيان، ما كنخليوهاش بارده باش ما كتفرتش لينا. كنبداو في القلي كنستفوها، ما نحطوش وحده على وحده، نستفوها بشويه بشويه. ملي كتبان لينا ملي بدات كتشد راسها مزيان، كنقلبوها للجهه الاخرى باش تولي تحمر شويه بشويه. ما نزربوش عليها باش ما يخسرش الشكل ديالها. ومباشره فاش تتقلى كنهزوها وكنحطوها في العسل، وما كنزربوش عليها، يعني كنحطوها ونخليوها. كنجمع جوج قليات تقريبا، كنشف بحال هكا في البابي بحال هكا باش ما تبقاش هازه الزيت. عاد كنحطها في العسل بهذا الشكل هذا، وكنخليها في، يعني حتى كندير جوج ديال القليات. انا راه دايره العسل في جوج ديال البلايص باش نخليها شويه تاخذ القياس، يعني الوقت الكافي باش تشرب العسل مزيان وتجي مشربه العسل وتجي زوينه. الشباكيه ديالنا كتجي بحال هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. وكنشكر الاخت ديالي، كنشكرها جزيل الشكر، كنشكرها بزاف لانها ساعدتني. وصراحه شي حاجه كتصايبيها في الدار ماشي بحال كتشريها. داك الكيلو ديال الدقيق خرج لينا تقريبا 2 كيلو و900 غرام حتى 3 كيلو ديال الشباكيه، يعني كتخرج تبارك الله كميه اللي هي كبيره. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنسوش لي لايك واشتركوا في القناه. والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله ورعايته.